السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح في حلقة ابراهيم فايق اللي هي الكورة مع ابراهيم فايق او قهوة ابراهيم فايق، الراجل اتكلم كلام مهم جدا عن قفشه. مهم جدا انك تكون متصالح مع نفسك ومع ربنا سبحانه وتعالى. مهم جدا ان في ناس تكون بتحبك، ومهم جدا ان في ناس تقف جنبك حتى في غيابك ويتكلموا عنك كلام كويس حتى في غيابك. وده اللي حصل من الاعلام الكبير ابراهيم فايق. وتعالوا نشوف قال ايه عن قفشه، وقال ايه عن ارقام قفشه، واتكلم ازاي عن اخلاق قفشه زي ما انا كنت بتكلم بالظبط. وفعلا اللي امه بتدعي له احسن من اللي المدير الفني يكون راضي عنه. لما امك ترضى عنك احسن ما اي حد يرضى عنك. امبارح ابراهيم فايق بصراحة ابدع في الكلام عن كل الناس وعن خصوصا قفشه. وبالارقام، ارقام قفشه بتقول ان قفشه لاعب للنادي الاهلي وبينتمي للنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وبيعشق كيان النادي الاهلي. والدليل ان هو في 10 دقايق او 8 دقايق زي ما بينزل وزي ما قال ابراهيم فايق بيعمل كل حاجة في خلال العشر دقايق اللي بينزلهم. والراجل ربنا بيكرمه لانه قلبه ابيض زي ما قال ابراهيم فايق. وتعالوا نشوف ابراهيم فايق اتكلم عن قفشه ازاي. ما اقدرش بعد هذا الموسم ما اتكلمش على قفشه. والحقيقه يعني قفشه كلاعب بيثبت لك حاجات كتير جدا في الكوره. يعني احلى تعليق قريته قال لك قفشه بيثبت انه رضا الوالدين اهم من رضا المدرب نفسه. مش ماشي يعني. حتى لو وقعت في مشاكل مع المدير الفني، طالما الحاج والحاجه راضيين والناس راضيه، انا هرجع وهلعب وهبقى موجود وهجيب اهداف. بس لما تيجي تتكلم بجد في المواضيع بتاعت قفشه، انا عندي ارقام لقفشه رهيبه رهيبه يعني. هعرضها لك يعني. تلاقي حاجتين اهي قدامك على الشاشه. بص 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 الاهداف، بص الحسم. عجبني كولر امبارح. كولر راجل حقاني. يعني انا بقول اللي انا شايفه بصراحه. راجل حقاني ومش مشخصن ومش منفسن، ما عندوش مشكله، وبيغلط اللعيب وبيقعد وبيتعاقب ويتخصم منه ويرجع تاني ويأدي وياخد حقه من المدح ويرجع ويكمل ويبقى موجود عادي جدا. ما هي الكوره كده يا جماعه. قفشه هدف حسم الدوري بتاع 2024 امام سموحه، شكرا. جمهور الاهلي كسب امبارح بطوله الدوري وفرح لانه كانش هيبقى مبسوط وهو خاتم الدوري بنقطه تعادل. يعني مش هبقى قاطع المشوار ده كله واخد نقطه تعادل، فراح مديهم واحده امبارح فرايحي. هدف الفوز على بيراميدز في ماتش 3-2 قفشه في الدقيقه كام برضه؟ 86 95 86. عايزك تبص على الاهداف وتوقيتها عشان برضه تبقى واخد بالك. ليس كل ما يقال على السوشيال ميديا يا جماعه يتاخد بانه مسلم بيه، وانما اللي بيتاخد انه مسلم. انا بحب لغه الارقام جدا، بحترمها. فتبص تلاقي الراجل هاتوا لنا بقيه الارقام. في الدقيقه 96 مره، في الدقيقه 86 وفي الدقيقه 94 هدف تاكيد الفوز على الزمالك في نهائي الكاس. هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدقيقه 91 في واحد من الماتشات المهمه. هدف التاهل لنصف نهائي المونديال على حساب سياتل في الدقيقه 88. هدف الفوز على الزمالك بنهائي افريقيا 2-1 اهو دقيقه 86. هو ده قفشه يعني. فلذلك دايما انا عارف الناس دايما بترجع للحوار بتاع. انا اقول لك على حاجه، قسما بالله نفسي قفشه يجي لي تاني، بس انا خايف عليه. خليك بعيد. خايف عليه. ده هو كده وكان معايا، فانا خايف عليه اكتر لو طلع في حته تانيه، فربنا يسترها. بس انت لما تيجي تشوف هو قفشه كان عايز يقول ايه اصلا في الحوار اللي فات ده كله، وفي كل الحاجات اللي بعديها. يا جماعه والله انا بعمل حاجات كتير جدا، بس انا يعني مش بتاع الجون ده بس، يعني انا بتاع الاهلي على فكره. وطول الوقت عنده الصراع ده، خدوا بالكم مني يا جماعه. انا ببذل مجهود كبير. فانا مبسوط جدا لقفشه، لانه صدقني مفيش حاجه بتيجي كده. زي ما حضراتكم شفتوا ربنا بيسخر لقفشه اللي بيتكلم عنه ويدافع عنه. زي ما حضراتكم شفتوا ابراهيم فايق اتكلم عن قفشه ازاي، وقال ان قفشه ده ايه وقلبه ابيض، وقال ان قفشه راجل لعيب وبيحب النادي الاهلي وبيحب كيان النادي الاهلي
وبيتمرن. مهم جدا انك تلعب على نفسك حتى لو انت مش بتشارك، مهم جدا انك تلعب على نفسك علشان لو شاركت تعمل زي قفشة وتحسم مباريات مهمة جدا وتحسم ماتشات مهمة جدا زي قفشة. وبصراحة ده اللي بيعمله قفشة، راجل بيشتغل على نفسه ملهوش دعوة بأي حد، ما بيتكلمش حتى لو قاعد دكة، وبيشتغل على نفسه حتى في أصعب الأوقات، حتى فما الناس بتنتقده في كل حاجة والراجل بيشتغل على نفسه. وده المهم وده اللي منجح محمد مجدي قفشه. وزي ما انا قلت في الفيديو اللي فات ان محمد مجدي قفشه بيعمل حاجات كتير مهمه جدا، اولها ان هو بيشتغل على نفسه، ثانيا ان هو بيتكل على ربنا سبحانه وتعالى وبيتعامل بقلب ابيض ومش مستنى حاجه من حد غير ان هو بيحب النادي الاهلي، وعلشان كده ربنا بيكرمه وبينزل يحسم مباريات مهمه جدا. ودي اهم حاجة. ملخص الفيديو ان محمد مجدي قفشه ربنا مسخر له اللي يدافع عنه، لانه هو قلبه ابيض وبيحب النادي الاهلي وبيشتغل على نفسه وبيتمرن وبيعمل اللي عليه وبيجتهد، وبعد كده التوفيق ده بتاع ربنا. وده اللي حصل في مباراة سموحة زي ما ابراهيم فايق قال دلوقتي، وكلنا عارفين الارقام دي في مباراة سموحة وفي مباراة بيراميدز ومباريات كتير جدا بيحسمها محمد مجدي قفشه. وان شاء الله ربنا يوفقه لانه لعيب قلبه ابيض ومجتهد وبيشتغل على نفسه، وربنا يوفقه ويزيده اكتر من كده لانه لعيب كبير جدا. وافضل اقول ان هو احسن واحد في مصر يلعب في مركزه.